هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 27 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد الشريف وضمن برنامج متابعة خاصة للذكرى 55 لمعركة تقرب المجيدة، وفيها يتناول تقريرين، الأول لمحمد سعيد شمسي من القاهرة والآخر من مدينة ملبورن. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. ضغوط دبلوماسية إريتريا لإعادة اللاجئين من ليبيا. إريتريا الثانية عالميا في خفض وفيات السل ذات الصلة بمرض الإيدز. وأخيرا، محاكم الطوارئ السودانية تصدر أحكاما ضد متظاهرين في أم درمان. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. أكدت مصادر دبلوماسية لإذاعة أرنا بأن سفير دولة إريتريا لدى ليبيا يمارس ضغوطا كبيرة على منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بغرض إعادة اللاجئين الإريتريين من ليبيا إلى إريتريا. وأدت الضغوط إلى حالة توتر بين المفوضية والسفارة الإريترية. على نفس الصعيد، قامت السلطات في أسمرة بتقييد تحرك العاملين في مكتبها في أسمرة. وكانت المفوضية قد قامت مؤخرا بترحيل عدد من اللاجئين الإريتريين إلى النيجر، وذلك بعد إطلاق سراحهم من عدة معتقلات في ليبيا. أفاد برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز UNAIDS بمناسبة اليوم العالمي للسل، والذي صادف يوم الأحد الماضي، بأن إريتريا جاءت في المركز الثاني عالميا في خفض الوفيات بسبب السل المرتبط بمرض نقص المناعة المكتسب، وذلك بنسبة 83%. وجاءت الهند في المركز الأول عالميا بنسبة 84%، بينما احتلت جيبوتي المركز الثالث بنسبة 78%، وملاوي بنفس النسبة في المركز الرابع. وقال البرنامج بأن نسبة الوفيات بسبب السل المرتبط بمرض نقص المناعة المكتسب تراجعت بنسبة 42%، حيث كان عدد الوفيات المسجل في عام 2010 يصل إلى 500 ألف حالة، ووصلت النسبة في عام 2017 إلى 300 ألف حالة. الجدير بالذكر بأن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز يضع سنة 2020 كحد أقصى في الخطة التي بدأت قبل 3 سنوات، والهادفة إلى القضاء على السل المرتبط بمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز. أصدرت المحكمة الخاصة بالطوارئ في السودان يوم الأحد الماضي أحكاما بسجن 6 متظاهرين لمدة 6 أشهر بموجب قوانين حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس البشير في فبراير الماضي. وأصدرت الأحكام على المتظاهرين محكمة طوارئ أم درمان وفق ما أعلن المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم، وأضاف أن 6 اتهموا بإحداث اضطرابات دون إعطاء تفاصيل. وأشار إلى أن واحدا من المتهمين ال6 تم تغريمه أيضا مبلغ 1500 جنيه، أي ما يوازي 31 دولارا، ولم يحدد عبد الرحيم متى تم اعتقال هؤلاء المتظاهرين. وكان الرئيس البشير قد أعلن في البداية أن أي انتهاك لحالة الطوارئ، وخاصة المشاركة في التظاهرات المحظورة، يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، قبل أن يصدر قرارا الخميس الماضي بخفض مدة السجن القصوى من 10 سنوات إلى 6 أشهر. وقال شهود عيان أن عشرات المحتجين خرجوا يوم السبت الماضي إلى الشوارع في مناطق الخرطوم وأم درمان. وقال المتحدث باسم الشرطة بأن الشرطة قامت بتفريق هؤلاء المتظاهرين دون التسبب بأي إصابات. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من الخرطوم نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها.
هذه إذاعة إرنا. ضغوط دبلوماسية إريتريا لإعادة اللاجئين من ليبيا. إريتريا الثانية عالميا في خفض وفيات السل ذات الصلة بالإيدز. محاكم الطوارئ السودانية تصدر أحكاما ضد متظاهرين في أم درمان. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإرينا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس، مرحبا بكم إلى حلقة في برنامج متابعات. وتتابعون سادتي تقريرين. الأول يتناول احتفال الجالية الإريترية في جمهورية مصر العربية بالذكرى 55 لملحمة تجربة المجيد بالقاهرة. بعد ذلك سادتي، وضمن المتابعة لاحتفالات تجربة، سنقدم لكم سادتي الاحتفال الذي أقامته الجالية الإريترية في مدينة ميلبورن بالذكرى 55 لتجربة التاريخ. فكونوا معنا سادتي المستمعين. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، في حياة الشعوب هناك محطات مضيئة تستهدي بها الأمم في مسيرتها القادمة، لا تقف عندها إلا من أجل الاستزادة. من معينها ينهلون ومن قيمها ينطلقون. تلك هي الشعوب الحية التي لا تركن إلى واقعها الذي قد يبدو مختلفا عن مسار تاريخها المشرق. وعلى النقيض من ذلك، هناك شعوب تلوك تاريخها دون وعي وتفكر، لتجد نفسها واقفة حيرة جاهلة مستقبلها، تتخبط ذات اليمين وذات الشمال. ويقينا أن الشعب الإريتري، ورغم أنه من الشعوب الحية استقراء لحقائق التاريخ، هو من المعدن الذي لا يتوقف في محطة الندامة، بل يتأهب دوما لكلمة فاصلة بينه وبين الليل الأسود، يقولها دوما في نفسه: لا تحسبوا رقصاتي بينكم طربا. وإذ لم يكن الأمر كذلك، فكيف وقف رجال من بسطائنا خيرين في رؤاهم، صناديد في ذودهم والشمم، قالوا لا وألف لا لحكومة مزعومة، إلى حنان غير شرعية، ووحدة قاتلة ناصبة كاذبة مدعومة بمخططات أممية، ذلك في منتصف ستينيات القرن الماضي. وقف النشامى سادة المستمعين في وجه الاستعمار الأسود، معلنين بملء عزمهم غير عابئين بما ستؤول إليه أوضاعهم من عذاب. كانوا مختلفين عن أولئك الذين باعوا الحياة والحق كله من أجل فتاة لم يغنهم من جوع ولم يسعفهم من محاق. أعلنوها سادتي في وجه من زعم أنه يحكم بأمر الله. قالوا: إما حياة لنا بالعز قد نسجت، أو روضة كللت بالدر والدرر. ملحمة تجربة بدر المبين في وجه الظلم والظالمين في العام 64 و900 وألف، بداية ملحمة المواجهات العسكرية بين الخير والشر، وتوالت بعد إذن واحدة بعد أخرى ملاحم وبطولات حتى محو آخر ملمح من ملامح الذل والاستعباد والاستعمار القميء في العام 61 أو 1991 و900 وألف. وصل شعبنا الأبي إلى حلمه المنشود بعد استمرار النزيف الشريف على صفحة الوطن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، كانت ملحمة تجربة التي سبقتها مواجهات كانت هي الأخرى مشارق الفجر الوضاح ومغارب الظلم المغلف بالأماني من أسد يهوذا الذي دفن تحت كرسي عرشه ليكون لمن خلفه آية، وهي سنن الله في خلقه لمن ألقى السمع وهو شهيد. تجربة ملحمة الإباء الخالدة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله العظيم. نعم، بإذن الله وصمود رجال أوفياء أنقياء وضعوا حجر أساس قويم لا يبيد ولا يلين. قد يطول صبرهم، إلا أن هبتهم هبة ساحقة ماحقة. كانت تجربة صك وفاء لأرض أبية، خلفت من بعدها ملامح بطولية هي الأخرى
عابقة راسخة، نذكر منها جبهة شمال شرق الساحل وقاو إز، جبهة نقفة نادو إز، وبطولات جبهة عاشور وعد يعقوب، سالينا، جبهة جندع، وكدبة، جبهة دكمحري، فنقل الصمود. كل تلك الملاحم لم تكن إلا محصلة منطقية مشرفة لتلك الوثبة العسكرية التاريخية الأولى. والتاريخ نهر من الحقائق لا تفصله صحارى افتعالات عن عمد أتت، أو محاولات لطمس حقيقة رسخت، أو نزوة نشوة حلمت. وإلى كل الذين يقفون عكس حقائق التاريخ فليعلموا أنهم بذلك يحكمون على بقائهم بالرحيل ولا تساعة مندم. الشعب الإريتري الأبي احتفل في الخارج ويحتفل به بطريقته في الداخل بملحمة تجربة المجيد. المجد والخلود لشهداء ملحمة تجربة وكل من سقطوا من أجل من ذاق الضنا. هم من أولئك النفر الميامين الذين يلحون علينا صباح مساء أن نعيد قراءة التاريخ قراءة أمينة من جديد، جراء ما تشابه على البعض من تاريخنا المنطوق وآخر المسكوت عنه أو مجهول به عن قصد. أعزائي المستمعين، بهذا المدخل الآن بعد قليل نقدم لكم التقرير الذي وافانا به الزميل محمد نور شمسي من مدينة القاهرة. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، في جمهورية مصر العربية أحيت حركة شباب 24 مايو الإريترية أمسية تقدمها أفراد من الرعيل الأول للثورة الإريترية ونفر كريم من كيانات وطنية، مرور 55 عام على انتصار تجرب المجيد. تحدث المشاركون عن القيم والثبات وقوة الإرادة التي تمثلها معركة تجربة، برغم عدم تكافؤ القوتين من حيث العدة والعتاد والتخطيط المسبق التي تفوق بها معسكر الاحتلال، إلا أن قوة الإرادة وقوة الحق سحق كل ذلك، ونسف طموح العدو في محو الثورة ووأدها في مهدها. وانتصر الشباب بقيادة القائد أبو رجيلة انتصارا عظيما دوى صداه في أرجاء الوطن، ورفع من الروح المعنوية وزاد من إيمان المواطنين بأن الثورة هي طريق العزة والمجد. وباتت جحافل العدو تجر أذيال الهزيمة والعار، وتمثل بجثث من تحصلوا عليهم من الشهداء لتشفي غيظها وتجبر كسرها. افتتح الأمسية في القاهرة سادة المستمعين، افتتحه الصحفي حسن إدريس مقدما لمسؤول اللجنة الإعلامية لحركة شباب 24 مايو الإريترية الأستاذ محمد نور شمسي للحديث عما تعنيه تجربة للأجيال. كما تحدث في الأمسية كل من المناضلين عمر طعدوي وإبراهيم أحمد، وهما من الرعيل الأول للثورة. كما شرف الأمسية وفد كريم من حزب النهضة الإريتري برئاسة الأستاذ عبد الرحمن طه رئيس الحزب، ومجموعة كريمة من جبهة التحرير الإريترية على رأسهم الأستاذ عبد أحمد وعضو اللجنة التنفيذية، وأتيحت لهما فرصة الحديث حول المناسبة العظيمة. أيضا تحدث في الأمسية الأستاذ خالد كجراي وسرد حديثا وصفيا عن تجربة وأبطالها، ثم ختم حديثه بمشاركة شعرية. وكانت هناك مداخلات من كل من الأستاذ أحمد إبراهيم والأستاذ أكرم إسماعيل والعم إبراهيم والعم تاج الدين سراج والعم علي سعيد، ومشاركة شعرية من الشاب عبد العزيز عثمان. واختتم الحفل بالشعارات التي ترددت: عاشت تجربة مدرسة لقوة الإرادة، عاشت تضحيات شعبنا الإريتري البطل في كامل المسيرة، المجد لشهدائنا الأبرار والخزي والعار لقوى الهيمنة والاستبداد، والنصر لشعبنا الإريتري البطل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، وهذه الحلقة في برنامج متابعات، ونتابع كما قلنا الاحتفالات التي أقامتها الجالية الإريترية في كل من ميلبورن وجمهورية مصر العربية في ملحمة تجربة
في ذكراها 55. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، لازلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، وهذه الحلقة في برنامج متابعات. وكما نوهنا بأننا نتحدث عن ملحمة تجربة في ذكراها 55. عزيزي المستمع، لا بد من التساؤل، فنقول كيف ننهض بأمة شاء لها من شاء طمس جزء من تاريخها؟ نحتاج إلى معادلة وطنية خالصة للإجابة على كيفية قراءة التاريخ. فإذا كان المؤرخون يرون بأن لا طريق لقراءة التاريخ إلا من خلال القراءة الشاملة، عدم تجميل التاريخ وعدم تقبيحه والقراءة المركزة أولا وغيرها من العوامل، فإننا في هذا المأزق الخطير الذي نقف على أرضه جميعا ويقف على صدر شعبنا الأبي ذلك الظلم القائم، مدعوون أكثر لإقامة مصالحة تاريخية لكل محطاتنا النضالية، تقديرا واحتراما لشعبنا الباسل دون إحساس بالغبن أو محاولة لاستمرار سياسة طمس الخلف لمسيرة تاريخ السلف، تاريخ هذا الشعب المقاوم منذ فجر ميلاده. يلح على الجميع في الداخل والخارج أن نعيد قراءة التاريخ قراءة صادقة منصفة، وننطلق بكل قوانا التاريخية وصمودنا الوطني أمام صلف الطغاة والمنبتين عن الجماعة الذين لا أرضا قطعوا ولا ظهرا أبقوا. علينا وضع القوس في سهمه لا خارج نصله، لندمي به عين من يبيع أمانة الشهداء ويتاجر بها في سوق النخاسة. لا تمنعه وصية الراحلين ولا بيعة الصامدين على الكفاف والجفاف، ولا دمعة الأمهات الذارفات على أكبادهن وأرحامهن عبرات الحسرة والندامة. يكاد الكل يقول: من أين أتى هؤلاء؟ ما هذا الجنون والصلف؟ لمصلحة من يعمل أولئك وأولئك؟ أعزائي المستمعين، في مدينة ميلبورن أقامت الجالية الإريترية يوم السبت قبل الماضي حفلا بهيجا، وكان حفلا مشهودا حضرته أعداد هائلة من الجالية الإريترية وسط حضور للرعيل الأول كذلك. وكان الحفل متضمنا فقرات مختلفة، وكذلك قدمت هناك كلمات وبحضور وسائل الإعلام المتواجدة في مدينة ميلبورن. الحفل سادتي تضمن الفقرات التالية: وافتتح الحفل بالقرآن الكريم، قدمه الطالب مروان محمد سعد الله. بعد أن قدم الطالب مروان محمد سعد الله آي من الذكر الحكيم، تقدم السيد أحمد فايد رئيس الجالية الإريترية وتحدث عن مناسبة وملحمة تجربة المجيدة، ترحم على الشهداء وأثنى على المحتفلين. بعد ذلك قدم السيد محمد علي شعب الرئيس الإقليمي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي كلمة المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وأشار في كلمته إلى أن البلاد تقف في منعطف طريق وزاوية خطيرة جدا جدا، وأشار إلى أن الشعب لا بد أن يوحد كلمته ويتخطى كل الصعاب التي يواجهها، وتحدث عن الواقع الأليم الذي تعيشه إريتريا. وأشار في معرض حديثه إلى أن الإرادة الوطنية متأهبة دوما أن تقول كلمتها في المنعطفات التاريخية الخطيرة، وقال بأن قوى المقاومة وقوى التغيير لا زالت تعمل على قدم وساق من أجل انتشال شعبنا من الظلم والظلام الذي يعيشه. بعد ذلك قدم الشاعر الأستاذ أحمد هبتيس قصيدة عصماء بلغة التجرايت، ودعمها أيضا بلغة البلين، ووسط إعجاب وتصفيق حار من الحضور. وتحدث بحميمية صادقة عن الرعيل الأول، وتحدث عن تجربة حديثا عميقا، ودعا إلى لابد أن يتم توريث هذه القيم إلى الأجيال. وبعد ذلك قدم الأستاذ أري محمد صالح رباط رئيس لجنة دعم الحراك الشعبي في مدينة ميلبورن،
وقال في كلمته: إلى متى هذا السكوت، وإلى متى سيستسلم هذا الشعب الإريتري للواقع المرير الذي يعيشه. وأهاب في كلمته بالقوى التي تعمل من أجل انتشال شعبنا من الظلام الذي يعيشه، وتحدث عن الواقع الذي تعيشه إريتريا بالتفصيل، وأشار في كلمته إلى أنهم في لجنة دعم الحراك الشعبي سيقومون بدعم كل ما من شأنه أن يزيل القتامة والظلم على الشعب الإريتري. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، وحلقة من برنامج متابعات، ونتابع فيها الاحتفالات التي أقامتها الجالية الإريترية في كل من القاهرة ومدينة ميلبورن في الذكرى 55 لملحمة تجربة المجيدة. ثم استمع الحضور في مدينة ميلبورن بعد ذلك سادتي إلى كلمة جبهة التحرير الإريترية ألقاها الأستاذ محمد سلطان، وأشار في كلمته مترحما على الشهداء والرعيل الأول الذين قدموا نموذجا للتضحية والفداء من أجل الشعب والوطن والتاريخ. بعد ذلك كان الحضور على حر من الجمر لحديث المناضل صالح إبراهيم جمجام في كلمة الرعيل الأول. والسيد صالح إبراهيم جمجام هو من الذين يمتلكون معلومات كاملة وشاملة عن ملحمة تجربة، يعني دخل في سرد تاريخي ووقائع مفصلة ودقيقة جدا جدا، تحدث لفترة طويلة، والكل كان يتابع ما كان يدلي به من معلومات في ما يتعلق بملحمة تجربة التاريخية. أعزائي المستمعين، وكان ما لفت انتباه الحضور أنه لأول مرة يتم الالتفات إلى أبناء الشهداء أو إلى الشهداء في أبنائهم المتواجدين خاصة هنا في مدينة ميلبورن، وذلك تقديرا واعتبارا واحتراما لآبائهم وأجدادهم الذين استشهدوا سواء في ملحمة تجربة أو في الملاحم الأخرى. وقد تم تكريم عدد من الشهداء في أبنائهم: الشهيد آدم محمد حامد ابنته هناء، الشهيد عمر حامد إزاز ابنه محمد، الشهيد المرحوم صالح أحمد إياي تقدم شهادة التقدير والتكريم ابنه إياي، وعن الشهيد المرحوم سيدي أحمد محمد هاشم تسلم شهادة التقدير ابنه سامي، وعن الشهيد إدريس عثمان قليدوس تسلم شهادة التقدير والشكر ابنه السيد عثمان، وعن الشهيد الزين ياسين شيخ الدين تسلم شهادة التكريم ابنه هشام، وعن الشهيد المرحوم آدم محمد علي ملكين تسلم شهادة الشكر والتقدير ابنه صلاح، وعن الشهيد سعيد حامد إدريس تسلمها ابنه ياسين، وعن الشهيد القائد محمود حسب تسلمتها ابنته روعة، وعن الشهيد عثمان طلوق تسلم الشهادة ابنه عبد الرحيم، وعن الشهيد القائد إدريس إبراهيم هنجلة تسلم شهادة الشكر والتقدير ابنه صلاح، وعن الشهيد الأستاذ محمد صالح تسلم شهادة الشكر والتقدير ابنه الدكتور هيثم، وعن الشهيد الأستاذ ميكائيل جابر تسلمت الشهادة والتقدير ابنته ويني، وعن الشهيد المرحوم عمر جابر تسلم الشهادة ابنه يحيى، وعن الشهيد آدم سليمان تسلم التكريم ابنه زكي، وعن الشهيد بخيت مركي ابنه الدكتور عثمان بخيت، وعن الشهيد نجاش محمد طعوم تسلم شهادة الشكر والتقدير ابنه أمير، وعن الشهيد العم حسين سمرعول تسلم الشهادة ابنه محمد أحمد، وعن الشهيد إسماعيل أبو بكر إزاز تسلم الشهادة ابنه منعم، وعن الشهيد ياسين محمد إدريس تسلم الشهادة ابنه رمضان. هذا التكريم الذي يعبر عن الوفاء لأهل الوفاء والعطاء كان مثار إعجاب وتقدير من الحاضرين، وهي تتم لأول مرة. أعزائي المستمعين، في ختام هذا اللقاء أو من هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نتقدم
بآيات الترحم على الشهداء في مسيرة تجربة وكل ملامح البطولة والتضحية والفداء للشعب الإريتري من بداية العمل السياسي إلى الحركة إلى الجبهة إلى الجبهة الشعبية حتى 61، ولا تزال قافلة الشهداء والاستشهاد تسير على قدم وساق. نتمنى سادتي أن نطوي صفحات الماضي كله وصفحات الأليمة لشعبنا، وهو لا يزال يرزح تحت نير القهر والاستعباد والفوضى السياسية، يتوق ويأمل أن يحقق أماني وأمنيات وقيم ومعاني استشهاد أولئك الأبطال الذين دفعوا حياتهم من أجل غد أفضل، من أجل دولة القانون والعدالة والمساواة. والشعب الإريتري قمين به أن يعيش تحت راية العدل، وليس كما يعيش الآن تحت ظلم ديكتاتوري لا يعرف للحقوق والمواطنة معنى من معاني الإنسانية. أعزائي المستمعين، هكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج متابعات. كنت معكم في التقديم والإعداد محدثكم أحمد شريف، وتقبلوا تحيات الزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمون. نشير على أن تقرير القاهرة أفادنا به الزميل الأستاذ محمد نور شمسي، شكرا له وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. ضغوط دبلوماسية إريتريا لإعادة اللاجئين من ليبيا. أكدت مصادر دبلوماسية لإذاعة إرينا بأن سفير إريتريا لدى ليبيا يمارس ضغوطا كبيرة على منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بغرض إعادة اللاجئين الإريتريين من ليبيا إلى إريتريا. إريتريا الثانية عالميا في خفض وفيات السل ذات الصلة بالإيدز. أفاد برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بمناسبة اليوم العالمي للسل والذي صادف يوم الأحد الماضي بأن إريتريا جاءت في المركز الثاني عالميا في خفض الوفيات بسبب السل المرتبط بمرض نقص المناعة المكتسب. محاكم الطوارئ السودانية تصدر أحكاما ضد متظاهرين في أم درمان. أصدرت محكمة الطوارئ الخاصة في أم درمان أحكاما على متظاهرين وفق ما أعلن المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم، وأضاف أن الستة أشخاص اتهموا بإحداث اضطرابات دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وصدرت ضد هؤلاء المتظاهرين أحكاما بالسجن لمدة 6 أشهر. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام أذكر مستمعينا ومستمعاتنا الأفاضل دوما بأنهم يمكنهم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.